شهدت ساحة أبناء الثوار بالبيضاء حشودا ثورية كبيرة لإحياء جمعة العدالة انتصارا لدماء الشهداء، والتي تأتي تزامنا مع الذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة. ما زالوا إلى اليوم وفي جمعتنا هذه جمعة العدالة انتصارا لشهداء الكرامة، ما زالوا وما زلنا ننتظر اليوم الذي تقام فيه العدالة ويقتص فيه من القتلة، بل ما زال أولياء الدم وكل الثوار في الساحات وفي غير الساحات تأتيهم الحسرة إلى الحسرة التي كانت عند استشهادهم، وهم يرون أن المتهمين بهذه الجريمة البشعة ما زالوا أحرارا طلقا خارج أقفاص الاتهام، بل الأسوأ من هذا أن بعضهم ما زال يتبوأ مناصب في الدولة، وهذا أمر يحزننا كثيرا. ثوار البيضاء طالبوا بالقصاص لشهداء الكرامة وكافة شهداء الثورة، ورفع الحصانة عن القتلة ومحاكمتهم، وإنصاف أهالي وأسر الشهداء والجرحى، وضمان تقديم الرعاية الكاملة لهم، والبدء بإجراء استعادة الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج. الوفاء كل الوفاء، الوفاء كل الوفاء للشهداء والجرحى، للشهداء والجرحى. فإننا ومن ساحة أبناء الثوار نطالب بإقالة النائب العام ومحاكمة القاتل السفاح علي عفاش وإصابته الذين أجرموا بحق الوطن والمواطن والشعب. وعقب الجمعة انطلق المحتشدون من ساحة أبناء الثوار في مسيرة حاشدة، مرددين الشعارات والهتافات المطالبة بنزع الحصانة عن القتلة ومحاكمة كافة المتورطين في إراقة دماء شباب الثورة، كما طالبوا بسرعة إطلاق المعتقلين، معتبرين استمرار اعتقالهم جريمة أخرى وانتهاك كل حقوق الإنسان، مؤكدين استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها والوفاء للشهداء والجرحى والانتصار لدمائهم وتضحياتهم. للتأكيد على المطالبة العادلة في محاكمة القتلة. الثوار لن يتخلوا ولن يتنازلوا ولن يقر لهم قرار حتى نرى القتلة في غياهب السجون وفي قفص الاتهام. نعاهد الله ثم نعاهد الشهداء إننا لن نتخلى عنهم، لن نتخلى عنهم أبدا، وسنناضل حتى تحقيق أهدافنا. وأكد ثوار البيضاء استمرار النضال حتى تحقيق أهداف الثورة الشبابية السلمية والوصول إلى الدولة المنشودة التي قامت الثورة لأجل تحقيقها، وإسقاط المؤامرات والمشاريع الصغيرة كما سقط ذلك الجدار الهش يوم جمعة الكرامة. فهد الطويل، قناة سهيل الفضائية، محافظة البيضاء.